جميل قوي السؤال ده. في المؤتمر الرابع في امريكا سنه 64 علماء النفس طلعوا بورقه عمل مهمه جدا فيها مثلث الافكار والمشاعر والسلوكيات، وقالوا ان اكتر حاجه بتاثر في الانسان هي المشاعر، واكتر حاجه بتتعب الانسان هي المشاعر، وهي ملهاش علاج. واللي بيقول انا بعالج المشاعر يبقى كانه بيحط صباعه في الكهرباء، لان المشاعر ما بتتعالجش، ملهاش علاج، لكن اللي بيتعالج السلوكيات والافكار. ولو هنمشي في المثلث هنلاقي ان الفكره هي اساس المشاعر، والمشاعر هو اساس السلوك، والثلاثه بيبقوا خاضعين لبعض، والثلاثه ممكن جدا ما بيبقاش لنا سيطره عليهم الا في لحظه الوعي. لحظه الوعي دي بتقول ان احنا بنفهم مشاعرنا كويس جدا وبنقبلها، وده جزء من برنامج الاكت اللي هو التقبل والالتزام، ان احنا بنفهم مشاعرنا وبنقبلها، وبعدين بنروح لدايره السلوكيات اللي هي اسهل دايره في حياتنا، اللي ممكن نتحكم فيها بضغطة زرار هنا ودلوقتي. ولما بنطور في السلوكيات عن وعي، مش عن طريق العقل الباطن، لما بنطور في السلوكيات بنلاقي المشاعر بتهدى هدوء مؤقت. لما بتهدى هدوء مؤقت دي فرصة كبيرة جدا ان احنا ممكن نطلع للافكار. الفكرة بقى هي اللي وترت المشاعر، هي دي اللي بتتعالج، هي دي اللي بتتناقش، هي دي اللي احنا بنلاقي لها حل، وبس كده خلاص.